في الأجزاء السابقة تعرفنا على يويا الذي كان الجميع يتنمر عليه بوحشية بسبب شكله القبيح، حتى والديه وأخويه فعلوا ذلك، فأصبح يعيش وحيدا في منزل جده الميت والذي أوصى بمساعدة الناس. ولهذا يويا على الرغم من أنه شخص ضعيف إلا أنه أنقذ الفتاة كاوري من مجموعة سيئة يريدون التحرش بها. ولما فقد يويا الأمل من حياته عثر على باب سحري في منزل جده نقله لعالم آخر، وأصبح يمتلك قوى سحرية رهيبة. وأيضا تغير شكله من سمين وقبيح إلى معضل ووسيم، وكله من صدمة من شكله الجديد حتى الأشخاص اللي تنمروا عليه سابقا. وبهذا تغيرت حياته للأفضل ودخل لأفضل أكاديمية في المنطقة، وأصبح يمتلك أصدقاء يهتمون به ولا يتنمرون عليه. وتستمر الحكاية الآن ويويا متفاجئ لما طلبت منه ليكسي أن يتزوج بها، ولم يستطع حتى أن يجيب. وحارسها يقول لها: لما عبرت عن مثل هذا الأمر بشكل صاخب؟ فحارسها خايف على مكانتها في العائلة الملكة، وخايف أيضا من يويا، فحتى لو أنقذها في الأخير يبقى شخصا غريبا لا يعرفون عنه أي شيء. لكن أليكسيا لا تملك كل هذا وتقول: أحببته من أول نظرة، وتأمر حارسها أن لا يتدخل في شؤونها. وبدأت مع الحارس في نقاش حاد، فيخبرهم يويا بأنه ليس وقت النقاش، فقد تهاجمه المزيد من الوحوش في أي لحظة، ولهذا يريدهم أن يذهبوا لمنزله المتواجد في هذه الغابة. تفاجأ لما عرف بأنه يملك منزلا في هذه الغابة الخطيرة، ولما استقبلهم في منزله عرفوا عن أنفسهم، فهذا نقيب فرسان مملكة أرسيليا واسمه أوين. وليكسيا هي أول أميرة لمملكة أرسيليا، وتشكر يويا على إنقاذه لهم من ذلك الوضع الخطير. بينما يويا مصدوم لأنه يتحدث مع أميرة وخايف أن يعاقب لأنه كان يتحدث معها بصراحة شديدة، فيخبره أوين بأنه لا مشكلة في ذلك، فهذه زيارة غير رسمية. وأيضا ليكسيا تتحدث مع حارسها وتخبره بأنها تعتقد بأن يويا قد يكون نبيل من دولة أخرى، وحارسها يعتقد بأنه قد يكون ساحرا يجول العالم لإجراء بحوث خاصة. ليكسي أصبحت معجبة أكثر بيويا، حتى أنها تعتقد بأنه قد يكون ملكا، لكن في الحقيقة يويا مجرد فتى عادي لا يملك حتى أصدقاء. بعدها تخبره ليكسيا بأنها أتت باحثة عنه لتشكره بعد مساعدته لها وتعتذر له لأنها فقدت وعيها في المرة الأولى ولم تشكره، وهي سعيدة لأنها قابلته من جديد، وتقول له: منذ اليوم الذي أنقذتني فيه وقلبي ينبض بسرعة، إذا أطلب منك أن تتزوجني. يويا يشعر بالإحراج ولا يعرف كيف يجيبها، ولهذا اقترحت عليه أن يصبح أصدقاء أولا، فهي تريد أن تكون صديقته. هنا يويا تذكر المعاناة التي عاشها سابقا عندما رفضه الجميع، والآن أميرة مملكة تريد أن يصبح صديقها، ووافق على طلبها وأصبحا صديقين الآن. بعدها غادرت ليكسيا وهي تقول له بأنها ستفوز بقلبه عندما يلتقيان في المرة القادمة. ويويا يودعها باستغراب، فقد قال له أوين قبل قليل بأن الملك شخصيا يريد مقابلته ليشكره بعد أن أنقذ ابنته ليكسيا. في البداية يويا كان مترددا، لكنه قبل بدعوة الملك. بعدها يظهر هذا الشخص وهو يؤنب خادمه بعد أن فشل في قتل ليكسيا، فقد أرسل قاتلون مستأجرون لقتلها، لكنهم أبيدوا من وحوش هذا العالم. وهذا الشخص المقنع يريد الانتقام من ليكسيا، ويظهر وجهه محروقا، فيبدو أنها سبب حدوث ذلك له. أما الآن يويا عاد للعالم الحقيقي وذهب لأكاديمية أوسي، وفي طريقه كل الناس منذهلين من جماله ومن شكله الرائع. ويويا شعر بالإحراج وذهب مسرعا للأكاديمية وتمكن من التسجيل فيها، وانضم مرة أخرى لهذا الفصل، لكن هذه المرة انضم له بشكل رسمي. والمعلمة تخبر الطلبة بأن عليهم معاملة يويا بشكل جيد، فهو لم يعتد على الأمور هنا بعد، لذا لا يعرف الكثير من الأشياء. بعدها خرج يويا ليشاهد ريو وهو يلعب مباراة كرة قدم، وفي ذلك الوقت أتت عند هذه الفتاة وتسأله لما لا يلعب معهم، فيخبرها بأن ملابسه الرياضية لم تصل بعد. وهذه الفتاة اسمها كايدي، وجلست بجانبه وتريد الحديث معه، لكن أحد رفاق ريو فشل في التسديد نحو المرمى وكرته ذاهبة نحو كايدي، وأصبحت تصرخ من الخوف. لكن وبسرعة يويا قفز نحو الكرة ونجح في السيطرة عليها بكل سهولة وسددها مباشرة نحو المرمى، ومن قوتها الحارس تجمد في مكانه. كل الطلبة انصدموا من مهارة يويا في كرة القدم، بينما هو سعيد لأنه أنقذ كايدي. وأيضا الطالب الذي فشل في التسديد أتى بسرعة وركع على ركبتيه وطلب منها أن تسامحه، فهو لم ينوي أن يسدد الكرة نحوها ويقول لها: سأخدمك حتى نهاية
نهاية حياتي. الغبي يريد ذلك لأنه يحب هذه الفتاة، لكن في الآخر رفضته. وريو يخبر يويا بأن هذا الفتى غريب أطوار ولهذا يتصرف هكذا، والفتى يشكر يويا لأنه أنقذ كايدي من تسديدته الغبية، واستمر في الكذب للتباهي بنفسه أمام يويا. لكن ريو وشينكو فضحوا كل أكاذيبه. يويا أصبح يضحك عليهم وهو سعيد بالمعاملة الجيدة التي يحظى بها في هذه الأكاديمية. وتظهر كاوري وهي حزينة نوعا ما، وتسمع الفتيات يتحدثون عن يويا وعن ما فعلها قبل قليل لينقذ كايدي، ويرون بأنه يشبه الأمراء. ولما دخلت كاوري للقاعة ذهبت كايدي عندها وأخبرتها بما حدث، وتقول لها بأن طريقة تحرك يويا في تلك اللحظة لم تكن طبيعية. وهذه الفتاة تقول بما أن يويا بهذه الروعة فلا بد أنه يملك حبيبة، وتتساءل كل الفتيات من تكون حبيبته يا ترى. كاوري وكايدي شعرتا بالغيرة في نفس الوقت، فكليهما تحبان يويا وهو الآن يدرس. ولما نظر للنافذة رأى كاوري في الأسفل وهي سعيدة لرؤيته، لكن فجأة مجموعة من الدراجات النارية تقتحم الساحة، فهؤلاء مجموعة عصابات وحاصروا كل هؤلاء الفتيات. أحد الطلبة يقول بأن أولئك الغيلان الحمر وهم مجموعة الجانحين الأخطر في المنطقة، ويويا يعرف هؤلاء الأشخاص، فزعيمهم هو أراكي الذي كان يتنمر عليه بوحشية في السابق. كاوري تقف أمام مجموعة الجانحين وتريد الدفاع عن الأكاديمية في غياب والدها، لكن هؤلاء المجموعة هاجموا الأكاديمية أصلا من أجل اختطاف كاوري، فأخوي يويا هم من أمروا المجموعة بذلك، فهم يريدون الانتقام منها لأنها رفضت دخولهم لهذه الأكاديمية وقبلت بأخوهم يويا، وأيضا أصبحت صديقته، ويريدون الآن الانتقام منها. كاوري تهددهم بأن الشرطة ستصل إلى هنا قريبا، وأخته يويا تقول لها بأن الشرطة ستستغرق وقتا لتصل لهنا، وذلك كافي ليقوموا باختطافها وقاموا بمحاصرتها. يويا ما زال في صفه ويريد أن يذهب لمساعدتها، لكن رجليه ترتجفان من الخوف ولم يستطع الحركة من مكانه، وهو لا يعرف ما الذي يجري له، فقد قتل خصوما أقوى بكثير من هذه المجموعة السيئة في العالم الآخر. لكن رغم ذلك هو خايف من أخويه وخايف من كل شخص تنمر عليه في السابق، ويقول أصبح جسدي أقوى إلى أن قلبي ما زال ضعيفا كما العادة. واصبح وجهه شاحبا ويشعر بالدوار، فصفع وجهه بكل قوة أمام الطلبة وتخلص من شعور الخوف، ويريد أن يذهب لإنقاذ كاوري. وريو يخبره بأن الطريق من هنا، ويويا ذاهب من الاتجاه المعاكس وقفز من الطابق الرابع نحو الأرض. كايدي مصدومة لأنه فعل ذلك وخائفة عليه، لكن يويا نزل بشكل عادي ولم يحصل له شيء، وبسرعة خاطفة تجاوز كل أفراد المجموعة السيئة ووصل لأراكي، والأخير مستعد ليهزم يويا ويقول له يبدو أنك أصبحت مغترا بنفسك كثيرا ولهذا السبب يريد معاقبته. فبدأوا هجومهم عليه، لكن يويا تفاداهم بكل سهولة وأخذ كل عصيهم. أكاري يهاجمه بنفسه ويقول له سأبرحك ضربا حتى يعود وجهك سمينا كحالتك السابقة، لكن يويا يتخطاه فهو مستعجل لينقذ كاوري فسوف يختطفونها. وأيضا يعترض طريقة هذا الضخم واندفع نحوه، لكن يويا أوقفه بيد واحدة. الضخم حاول الدفع بكل قوته لكن ما من فائدة. بعدها قام يويا برميه للخلف ويتمشى وسط مجموعة الجانحين كالملك، وهم منصدمين من قوته وخائفين منه. هو غاضب بشدة لأنهم يريدون اختطاف صديقته كاوري. ولما وصل عندها زعيم مجموعة الجانحين رفض الاستسلام ويريد دعس يويا بدراجته. يويا يتخطى برشاقته، لكن الزعيم يعود له من جديد وظن بأن هذه نهاية يويا، لكنه قفز للأعلى. الزعيم مصدوم من تحركات يويا وأصبح يشاهد فيه وهو في السماء، ونسي نفسه الغبي واصطدم بالحائط وانفجرت دراجته. وفي ذلك الوقت وصلت الشرطة للأكاديمية وقبضوا على كل الجانحين، وكاوري سعيدة بتواجدها مع يويا، لكنها كادت تفقد وعيها وتسقط، فأمسك بها يويا وشعر كليهما بالإحراج فكأنهما يحبان بعض. أخوي يويا غاضبون لأنهم هزموا مرة أخرى، ويقول يوتا بأن مجموعة الغيلان الحمر التي اعتمدوا عليها بدون فائدة، لكن الزعيم غاضب من هذا الكلام عن مجموعته وأمسك يوتا من رقبته ويقول له بغضب بأنه من خطط لكل هذا وبسبب تورطوا مع الشرطة ولهذا يريد أن يقتله. أخته تريد مساعدته فقام بركلها برجله ولم يتوقف عن خنقه، وأفراد مجموعته يشجعون على ذلك ويريدون أن يقتله، وهو يطلب النجدة بصعوبة فقد اقترب من الموت. في ذلك الوقت تدخل يويا وطلب من الزعيم أن يترك أخاه، ولما رفض جعله يفعل ذلك بالقوة ورماه للخلف وذهب ليتفقد حالة يوتا. الزعيم غاضب من يويا ويريد ضربه، لكن يويا بنظرة حادة ومرعبة جعله يتجمد مكانه ويرتعش خوفا منه إلى أن فقد وعيه بالكامل. يوتا مصدوم لأن يويا أنقذه ويسأله لما فعل ذلك، على الرغم أنه كان
يكرهه وعذبه في السابق بالتنمر الوحشي على شكله. يويا يقول له: صحيح أنني مررت بأوقات صعبة بسببكما ولم أسامحكما على كل ما فعلتما بي، لكن لا يمكنني أن أتخلى عن عائلتي. فأصبح يبكيا بشدة واعتذرا منه، فعلى الرغم من أنهم عذبوه بسبب شكله القبيح في السابق إلا أنه شخص طيب ولا يملك أي حقد اتجاههم. في جزء قادم سنعرف ماذا سيحدث مع يويا بعد هذا والمفاجآت التي تنتظرنا. ولا تنسوا دعمي بلايك واشتراك في القناة تقديرا لجهودي، واخبروني في التعليقات رأيكم عن الحلقة الرابعة من هذا الأنمي. سلام.